السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي المتابعين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بما انه قرب شهر رمضان المبارك يدخل علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله، قررت اليوم ندير معكم تحليه بالفراوله ان شاء الله تنال اعجابكم. راح نبداو بالمقادير. عندي هنايا نصف لتر من الحليب، كذلك عندي هنايا علبه تاع فلون وزن 50 غرام، ملعقتين كبار من المايزينا، وثلاث ملاعق كبار من السكر. عندنا كذلك علبه تاع غاتو كوكيز. يعني بالنسبه للغاتو هذا يبقى اختيارك، تقدري ديري بيمو، تقدري ديري اي نوع انت اخترتيه ولا عندك موجود في الدار. وعندنا هنا كميه من الفخاز. بالنسبه لهاد التحليه سواء ديريها في ليفيغين ولا ديريها تقدري ديريها في الكيسان هادوما على هاد الشكل، راح يمدوا كذلك شكل جميل للتحليه. يعني هذا يبقى اختيار ليك نتيا واش عندك في البيت. راح نبداو على بركه الله. هنا عندي نصف لتر من الحليب، راح نحط عليهم 2 ملاعق من المايزينا، راح نزيد كذلك 3 ملاعق كبار من السكر، ورايحه ندير باكيت تاع الفلون وزن 50 غرام او ما يعادل ملعقتين ونصف من الفلون. ونديرو كذلك واحد 6 حبات ولا 7 حبات فريز. نجيب البغا ورايحه نخلط المقادير هادو اللي راهم سي بون. دركا لهنا هاد الخليط رايحه نديرو في كاسرونه، ورايحه نحطوه على النار. نحطوه على النار ونبقاو نخلطوه هكذا حتى نشوفوا الخليط تاعنا بدا يتقال هكذا. لازم تستمروا بالخلط لغايه ما يتقال معاكم الخليط، وما لازمش تغفلوا عليه باش ما يشدش في اسفل الكاسرونه. كيما راكم تشوفوا تحصلنا على كريمه تشبه لا كريم باتيسير. الان رايحين نطفوا عليه، رايحين توجهوا لهنايا. عندي هنا الفخاز بعد ما كنت قطعتها الى قطع هكذا رقيقه على هذا الشكل. عندي هنا الكوكيز ديالي، رايحه نحطو دون ان ريسيبيون هكذا. رايحه نفتت الكوكيز ديالي هنا. بعد ما كملت هرس الكاطو ديالي او الكوكيز نجيب ليفيغين. رايحه نجيب ليفيغين ديالي. انا رايحه ندير كميه من لو بسكوي هذاك ولا كوكيز. والان نبداو نديرو لي فريز. رايحه نجيب الكريمه ديالي ونفرغها داخل الفيغين. بهذا الشكل. رايحه ندير هذا الكاس باش تشوفوه كيفاش يجي. نحطوا الان طبقه من البسكوي ولا الكوكيز اللي كنا رحيناه. الان رايحه ندير لي فريز. نزيدو نديرو طبقه تاع الكريمه.
الان بالنسبه للمسه الاخيره رايحه ندير لها هاد لا جولي. كيما نعرفوا لا جولي انها تندار بلي فخوي، يعني بالتفاح ولا سفرجل، وتشد الوقتيتو. مي انا عندي وصفه سحريه لهاد لا جولي تجينا سهله مهله، يعني ظرف 5 دقائق تقدري توجديها تستعمليها كلمسه اخيره لتزيين التحليات ديالك. راح نخلي لكم الرابط تاع الوصفه تلقاوها في صندوق الوصف، وهكذا تلقاو الوصفه وتوجدوها مع هاد التحليه. رايحه نعمر لي فيغين ديالي، يعني راح تزيد لها فريمون جمال وذوق رائع لهاد التحليه. راح نزيد نعمر الكأس الثاني، ونزينها في الاخير بلا كريم شانتيي. وكانت هذه هي التحليه ديالنا بالنسبه لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وكما شفتوا يعني حبيباتي طريقه سهله وبسيطه يعني وما تطلبش وقت كتير. elle est vraiment facile et présentable. نتمنى ان شاء الله تجربوها خاصه مع قرب شهر رمضان الكريم، يعني مليح الواحد ينوع في التحليه لرمضان، وخاصه انها فريمون بريزونطابل، يعني هكذا لما يجوك ضياف تحطيها في السهره. وطبعا التزيين يبقى على حساب ذوقك وعلى حساب المتوفر عندك في البيت. انا كنت زينتها بلا كريم شانتيي، رايحه نخلي لكم الوصفه على الرابط في صندوق الوصف. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وما تنسوش اعزائي جاموا ابوني للقناه وتفعلوا زر الجرس هكذا ليصلكم كل ما هو جديد. وما بقى لي الان غير اني نقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.